في نوع من التعب ملوش اسم واضح، بتحس انك على وشك الانفجار بس مفيش سبب محدد. الناس بتقولك استرخي شد حيلك، بس اللي جواك مش كسل، ده انذار. مش عارف ايه اللي مخليني دايما متوتر قبل اي حاجة مهمة. القلق يا صديقي في اصله مش مرض، ده نظام امان نفسي اتخلق عشان يحافظ على توازنك، زي جهاز انذار في بيتك لو استخدمته صح يحميك، لكن لو فضلت تشغله طول الوقت حياتك كلها هتبقى طوارئ. القلق مش دايما نابع من الطفولة، ساعات بيجي من صراع داخلي بين جزئين فيك، جزء بيحاول يسيطر على كل حاجة وجزء تاني عايز يرتاح ويعيش اللحظة. وده يا صديقي هو جوهر القلق، صراع بين ضغط المثالية واحتياج الراحة. فالقلق ساعات بيظهر لما نحاول نكون تمام طول الوقت، أو لما نعيش متعلقين بفكرة إن السيطرة هي الأمان. بس الحقيقة إن السلام النفسي مش جاي من السيطرة، إنما السلام النفسي جاي من القبول. فأول خطوة للعلاج مش إنك تهدى، أول خطوة إنك تعرف صوت القلق ده بيقولك إيه. هل بيحذرك؟ هل بيفكرك بحاجة نسيتها؟ ولا بس بيحاول يقولك كفاية ضغط؟ ونقطة التوازن بتاعت النهاردة إن القلق مش ضعف، ده إنذار بوجود احتياج نفسي مضغوط. ما تحاربش القلق، افهمه هو جاي من خوف ولا من شعور بالعجز. خد فترات راحة قصيرة وواعية، 5 دقايق كل يوم تسمع فيها نفسك. جرب تكتب مخاوفك، لأن الكتابة بتفصل بينك وبين المشاعر. ولو لقيت نفسك دايما في وضع استعداد للخطر، فده وقت إنك تتكلم مع مختص. طيب إيه خطوات علاج القلق؟ أول خطوة هي الملاحظة بدون حكم. فكل مرة تحس بتوتر اسأل نفسك أنا حاسس بإيه في جسمي دلوقتي؟ نبض سريع، تنفس، ضيق، صداع. فالملاحظة دي بتفصل بينك وبين الموجة. الخطوة التانية إعادة التسمية، يعني بدل ما تقول أنا متوتر جرب تقول جسمي في حالة استعداد، فده بيحول القلق من عدو إلى رسالة. الخطوة الثالثة تفعيل الأمان الداخلي، يعني اعمل حاجة صغيرة وثابتة كل يوم بتهدي الجهاز العصبي. اشرب شاي، اعمل استرخاء، اتمشى، اسمع موسيقى هادية. فالفكرة هنا إن الجسم محتاج إحساس بالأمان قبل ما العقل يفكر. والخطوة الرابعة التحليل الذاتي، يعني اسأل نفسك ايه هي اكتر فكرة بتخليني اقلق؟ طيب لو الفكرة دي غلط فممكن ابدلها بايه؟ اما بقى الخطوة الخامسة فهي المساندة النفسية. فمش لازم تمشي الرحلة دي لوحدك، طلب المساعدة مش عيب، ده استثمار في توازنك النفسي. فالقلق يا صديقي مش خطر لازم تتخلص منه، لكنه إشارة إنك محتاج تراجع العلاقة بينك وبين نفسك. لما تسمع الإنذار ده وتفهم معناه مش بس بتطفي القلق، إنما بترجع لنقطة التوازن اللي كانت دايما جواك. فنقطة توازن لأنك تستحق راحة حقيقية. وما تنساش يا صديقي تعمل شير للفيديو، يمكن غيرك يستفيد.